5 فوائد عظيمة جدا في أكل الزبيب في روايات أهل البيت عليهم السلام والطب الحديث. وكما ورد في ذلك عدة روايات، نذكر لكم بعض من هذه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. الفائدة الأولى للفهم والحفظ ويذهب ببلغم الصدر. لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: نعم الطعام الزبيب، ومن أدمن أكل الزبيب على الريق رزق الفهم والحفظ والذهن. فاللي عنده طالب بالجامعة أو طالب بالمدرسة خليه ياكل على ريقه 21 زبيبة حمراء، فإنه يرزق الفهم والحفظ والذهن، وهذا بضمان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ونقص من البلغم. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أكل 21 زبيبة، يعني 21 زبيبة حمراء من أول النهار، دفع الله عنه كل مرض وسقم. وفي رواية إمامنا الصادق عليه السلام قال: ومن أدمن 21 زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة في الطب الحديث: الزبيب بصورة عامة يقوي القلب والدورة الدموية، لأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان على تنظيم ضغط الدم. هذه الفائدة الثالثة. أما الفائدة الرابعة: يمنح الجسم طاقة سريعة عند الشعور بالتعب. أما الفائدة الخامسة والأخيرة: مفيد جدا لصحة الفم، لأنه يحتوي على مركبات طبيعية تقلل من نمو البكتيريا المسببة لراحة الفم الكريهة. هذه الفوائد الموجودة الخمسة. سؤال: هل الزبيب يرفع السكر؟ نصيحة اللي عنده سكر، يمكن اللي عنده سكر أكل كمية صغيرة من الزبيب بدون إسراف لا يضر، وممكن تاكل وتفحص السكر بعد الأكل. فهذه أهم الفوائد الموجودة في أكل الزبيب في روايات أهل البيت عليهم السلام والطب الحديث. نسأل الله لكم جميعا الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.